وهذه هي أنواع العبادات التي عرفنا، ولا أدري هل فيهم من يسجد له، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. نعم فيهم كتار. ومنو فيهم اللي ما بيسجد لغير الله؟ منو فيهم اللي ما بيسجد للشيخ؟ منو اللي ما بيسجد؟ والسجود لغير الله شرك أكبر وكفر أكبر. الصوفية بيستدل بيقول لك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الآيات من سورة يوسف. ابن كثير رد على شبهة الصوفية دي، راجع تفسير ابن كثير في الآية دي بس. قال كان جائز من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليهم الصلاة والسلام، من آدم لعيسى كان جائزا السجود للكبير احتراما له. الله جوز له، لكن في شريعتهم ذاتها من آدم لعيسى ما كان بيجوز السجود لعبادة شخص. ده متفق عليه في كل الشرائع، حتى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما السجود احتراما للكبير وليس عبادة له، اللي كان جائز في تلك الشرائع هذا أيضا نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقى السجود واحد، ومن سجد لغير الله كفر بالله بلا تفصيل. عشان كده معاذ لما رأى الأساقف والبطارقة يسجد لهم في الشام فجاء فقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قاله له فقال لا يا معاذ، لا يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.